مساء الخير كل الأصدقاء والمتابعين. تحية ليكم ويا رب كل الناس تكون بخير. يمكن عايز أتكلم في أكتر من موضوع، لكن أحاول أوجز اللي أنا بتكلم فيه في بعض الفقرات، يعني عشان ما أطولش على المتابعين. لكن هبتدي من امبارح. طبعا الحدث الأكبر، 3 مباريات مهمة. فوز الأهلي على الاتحاد، فوز الزمالك على فيوتشر، فوز للأسف منتخب المغرب. مبروك منتخب المغرب وهارد لك منتخبنا في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 عام، وكان الهدف الأساسي هو التأهل للأولمبياد زي ما احنا عارفين. يعني هبتدي بالحاجات اللي هتكلم فيها كتير. الأول الزمالك والفوز على فيوتشر. يمكن السؤال اللي دايما بيطرح نفسه في الفترة الحالية، أوسوريو والخطة اللي بيعتمد عليها. امبارح كان أول اختبار حقيقي ولا لأ؟ امبارح أول اختبار حقيقي يتعرض له أوسوريو قبل مباريات كتير في الدوري. الداخلية، الاتحاد، غزل المحلة، المقاولين، الإسماعيلي، كل دي مباريات ما بين فوز، ما بين يمكن خسارة وحيدة وتعادل وحيد. لكن أو يمكن تعادلين باعتبار مباراة المقاولين اللي هي كانت البداية بالنسبة له في الدوري. لكن لغة الانتصارات هي الأخيرة، هي السائدة في الفترة الأخيرة مع أسوريو في الدوري. طريقة اللعب اللي بيعتمد عليها، مش عايزين نحصر القصة في طريقة لعب واحدة، لأن أسوريو متنوع شوية في طرق اللعب، خاصة في الشق الهجومي. يمكن في الدفاع الأمور شبه ثابتة بالنسبة له، خلاص الثلاثي الدفاعي، وبيبقى فيه جناح بمهام دفاعية شوية. يعني زي ما شفنا كده إبراهيم نضاي امبارح دوره دفاعي، ما تقدمش يمكن إلا في محاولات قليلة جدا يعني. فكان الشق الدفاعي هو الغالب على دور نضاي في مباراة امبارح. الثلاثي الدفاعي بنتكلم عن مصطفى الزناري في اليمين، محمد عبد الغني في الوسط، و آه، طبعا احمد فتوح كان لعب كبديل. لكن حمزه المسلوس طبعا، حمزه المسلوس عفوا في الوسط، وطبعا محمد عبد الغني يميل الى اليسار مع نضاي. دي يمكن الفكره اللي بيعتمد عليها. ولكن شفنا امبارح الشوط الاول الزمالك كان بيعاني فيما يخص طريقه اللعب اللي بيعتمد عليها اسوريو، وهل الطريقه دي هتصلح لمباراه القمه او لا؟ ده اللي هنتكلم عليه في عجاله. قصة الخطة أو طريقة اللعب اللي بيعتمد عليها الزمالك، هي بتدي تحرر أكتر في الجانب الهجومي، بتدي إيجابية أكتر في اللعب الهجومي لنادي الزمالك، تتنوع الحلول. شفنا في كتير من الفترات، حتى في فترة جوزفالدو فيريرا، كان في معاناة في إن أنت توصل للمرمى، مش مجرد إن أنت بتوصل وتضيع، لا، الوصول للمرمى نفسه كان صعب. لأن برضو الحالة العامة بتاعت الفريق، مش عايز أظلم فيريرا قوي، لكن هو طبعا اتحمل جزء من المسؤولية، جزء كبير، لانه وافق ان هو يستمر في اوضاع ما كانش ليها ملامح الحقيقه. يعني تم اقالته او توجيه الشكر ليه، ثم قعد عشان الشرط الجزائي، هو حسبها بحسابات اخرى. ولكن بشكل عام الفتره اللي كان فيها فيريرا بالتاكيد كانت فتره فنيا مش جيده بالنسبه لنادي الزمالك. كان في كثير من الاخطاء والامور اللي حتى ما كانش في حرص على معالجتها من مباراه لاخرى. مع اسوريو تحسن شكل الهجوم بشكل كويس جدا. كانت المشكله الاساسيه اللي بتواجه الزمالك هي الجانب الدفاعي، وما زالت الحقيقه مشكله مستمره لسبب بسيط جدا هلخصه لحضراتكم، وهو ان العناصر اللي عندك في الدفاع، يعني طبعا كل الاحترام وكل التقدير للعيبه، وكلها لعيبه محترمه، ولكن مش افضل حاجه. يعني مش افضل الخيارات اللي عندك دلوقتي ان انت تقدر تنفذ الخطه دي. مطلوب ايه في الخطه اللي زي دي؟ ايه المطلوب من المدافع اللي ما يبقى في خطه اسوريو؟ اولا سرعه الارتداد تبقى كبيره جدا. يعني شفنا امبارح الهدف الثاني تحديدا بتاع احمد عاطف، سوء تقدير، سوء تغطيه من الدفاع، سوء تمركز، يعني كل حاجه اتحملت فيه غلط، اللي خلى طبعا ما ننكرش مهاره احمد عاطف، لعيب مميز جدا واستغلاله للكره بشكل كويس. ولكن التغطيه العكسيه من لاعبين الزمالك والارتداد بتاع اللعيبه ما كانش سيء، ما كانش جيد. ده طبعا بيتطلب مش بس المدافعين عشان ما نشيلهمش الليله كده بالبلدي، ولكن ايضا خط الوسط. طريقه اسوريا بتعتمد على ان يبقى في خط الوسط، ان انت في ان انت بتتناقل الكره، بتقدر تفتح مساحات، بتقدر ان انت تفتح ثغرات في الدفاع، سواء من خلال استغلال الكرات العرضيه، او ان انت بتفتح مساحات التسديد زي ما حصل مع زيزو في كرة الهدف الأول. وإن كانت هي حل فردي من زيزو، لاعب يجيد الحلول الفردية، فبيخلص لك مواقف معقدة كتير. ولكن ثنائية محمد أشرف فروقة وعمرو السيسي،
الاثنين ما تقدرش تقول ان هم عندهم حلول ابداعيه قوي. صحيح ان رؤى يحسب له اسيست الهدف الاول لان هو ادى الكره لزيزو في موضع جيد امام منطقه الجزاء، وسدد زيزو وجاب منها هدف جميل، ولكن في النهايه الواجبات الدفاعيه ايضا مش جيده بالنسبه لهذا الثنائي. يمكن شفنا او البعض شاف ان عمر جابر لما شارك في الشوط الثاني كان الى حد ما بيقوم بمهام دفاعيه افضل من عمرو السيسي. كذلك لما دونجا بيبقى موجود، ودونجا مصاب اعتقد برضو فرصه الحقه بيه من مباراه القمه تبدو صعبه. ولكن طبعا مع عوده لاعبي المنتخب الاولمبي قد يكون هناك حسابات اخرى بالنسبه لاوسوريو. هل هيكونوا في حاله فنيه وبدنيه جيده؟ ده اللي هيتضح خلال طبعا التدريبات اللي جايه، لان طبعا خدوا بطوله قويه وبطوله يعني في المباراه الاخيره امتدت ل 120 دقيقه امام المنتخب المغربي، فكل دي بتدخل في حسابات الجهاز الفني، خاصه ان عنده اكتر من لاعب. يمكن الرباعي الخلفي او بنتكلم على الثلاثه تحديدا اللي في نادي الزمالك، محمد طارق وحسام عبد المجيد وايضا حاتم سكر لما كان بيشارك، دول هم العناصر اللي شاركت بشكل منتظم مع المنتخب الاولمبي. فبالتالي اوسوريو او الزمالك محتاج، لان الشكل الدفاعي يبقى افضل من كده امام النادي الاهلي. ليه امام النادي الاهلي؟ لان النادي الاهلي بالتاكيد عنده حلول هجوميه افضل بكتير من فيوتشر. صحيح فيوتشر كان ند قوي وكان قريب ان هو يفوز على الزمالك ويعمل نتيجه جيده امبارح، لكن ما قدرش يحتفظ بتقدمه بهدفين، خاصه الهدف الثاني جه في توقيت صعب جدا على فيوتشر. يتحمل جزء كبير من المسؤوليه طبعا الدفاع والاخطاء، والحارس المرمى طبعا محمود جنش رغم ان هو حارس جيد، ولكن في النهايه برضو حتى في الفتره اللي كان بيبقى فيها في الزمالك كان عنده برضو بعض الاخطاء فيما يخص التعامل مع بعض الكرات العرضيه، منها الهدف الثاني اللي سجله ناصر منسي. الهدف الوحيد اللي ما لوموش فيه هو طبعا هدف زيزو الاول، لان طبعا تسديده بشكل رائع من زيزو بشكل مفاجئ، ما حدش كان متوقع ان هو يسدد من هنا، برضو مسافه مش بعيده قوي ان هو يقدر يقدر سرعه واتجاه وقوه الكوره. عموما زي ما بقول النادي الاهلي بنتكلم عن اجنحه مميزه جدا، بيرسي تاو، حسين الشحات، ايضا التكمله من مروان عطيه، من ديانج. بنشوف حتى ديانج بيوصل لمنطقه ال 18 كتير بتاعه المنافس، فبالتالي عنده اسلحه كتير. طبعا بوجود كهربا سواء لعب اساسي او لا في مركز راس الحربه، ولكن طبعا كل ده بيخلينا نشوف ان الاهلي طبعا لما بيعمل هجمه مرتده بتبقى السرعه عامله ازاي. يعني بيرسي تاو تحديدا لما بينطلق بالكره، وايضا حسين الشحات، فبالتالي دي هتحتاج يعني يقظه كبيره جدا من دفاع الزمالك، وتغطيه اكثر من يعني 100% من ثنائي الوسط مع الثلاثي الدفاعي. طبعا فكره برضو الجناحين اللي بيعتمد عليهم اسوريو. امبارح يمكن ابراهيم انضاي عمل مباراه جيده على المستوى الدفاعي، يمكن بقاله فتره يعني مش في افضل حالاته. صحيح ابتدى يعني يندمج شويه، لكن مش هو ده المنتظر منه، منتظر منه اكتر من كده بكتير. لكن كبدايه في قصه تنفيذ التعليمات دي اللي انا يعني بشير ليها، بس يمكن امبارح التزم بالتعليمات المهام الدفاعيه وعمل مباراه جيده الى حد كبير على المستوى الدفاعي. فبقول ان الاهلي هيبقى متعب جدا لدفاع الزمالك في الحاله اللي عليها دفاع الزمالك لو لم ينتبه اوسوريو لهذه الجزئيه ويكون عنده حلول دفاعيه اكتر من كده. ايضا الخطه اللي بيعتمد عليها اوسوريو والضغط العالي اللي بيعمله على بنشوف حتى لما كان جنش بيستلم كوره كان بيبقى فيه ضغط على جنش وعلى اول مدافع من فيوتشر، فبالتالي كان بيخلي الكوره تطلع بسرعه من رجل لاعبي الفريق المنافس. ولكن في نفس الوقت لو المنافس قدر يخرج بالكرة بشكل سليم هيعمل لك انت مشكلة، لان انت لو ما عملتش الضغط ده هيبقى ضغط زي ما بنسميه كده ضغط عشوائي، مش ضغط ان انت بتعمل ضغط بهدف ان انت تستخلص الكرة وتفسد الهجمة مبكرا. الحقيقة والحق يقال افضل فريق بيعمل الضغط ده بشكل جيد حاليا هو النادي الاهلي، ويمكن بيراميدز شويه، ولكن النادي الاهلي بيعمله بشكل جيد. وايضا الزمالك يعني في فتره مع اسوريو في الفتره الاخيره بينفذ الضغط بشكل جيد. لكن اللي انا بقوله ان انت وانس ان انت ما عملتش الضغط ده بشكل جيد، او قدر المنافس ان هو في مره واثنين وثلاثه يخرج بالكره بشكل سليم، هيعمل مشكله عليك انت وهيبقى عندك مشكله لسبب بسيط جدا. الاهلي مش بس اعتماده على انطلاقات الاجنحه وان انت تقدر تعمل كره عرضيه زي اللي جه منها الهدف الثاني في مرمى الاتحاد السكندري من بيرسي تاو لكهربا، ولكن ايضا
فكره ان انت بتعتمد على لما بتلاقي المنافس اللي قدامك مقفل، الاهلي عنده حل جيد جدا بالكره، وهو الكوره اللي جه منها هدف حسين الشحات او علي معلول اللي ضربه الجزاء الاولى لصالح الاتحاد السكندري. الكره الطوليه اللي بتتعمل، المدافع بيبقى في كونتاكت كده ما بينهم، اول ما بيشوف المدافع عنده استعداد يلعب كره طوليه بيتحرك. وطبعا معروف دايما في الكوره كده بيقول لك اللعيب الفاضي هو اللي بيجبر اللعيب على اللي معاه الكوره على انه يقدر يعمل باصات مميزه. التحركات المميزه دي هي اللي بتفرق. فبالتالي بنشوف كتير جدا بيرسي تاو بيسرق المدافعين في بعض الكرات، منها كانت تسلل، كان في تسرع شويه في ان انت تضرب الدفاع، لكن في النهايه في المجمل بتتعمل بشكل جيد جدا جدا من النادي الاهلي، ان انت بتقدر تضرب الدفاع بالكرات الطوليه، وده حل من حلول مارسيل كولر. فبالتالي انا متوقع ان هتبقى مباراه مش سهله جدا على نادي الزمالك، خاصه في الشق الدفاعي. ايضا على الجانب الاخر يمكن انا بتكلم عن مباراه القمه بدري شويه، لكن خلاص احنا دخلنا في الاجواء، يعني هي كلها كام يوم ونجد مباراه القمه على الابواب. ايضا قصه دفاع النادي الاهلي يمكن في الفتره الاخيره مش افضل حاجه. صحيح انه ما اهتزتش الشباك، ويمكن في الدوري من مباراه المقاولين في الدوري، ولكن بشكل عام مش افضل حاله في الفتره الحاليه. ده سببه مش سبب فني، ويمكن سبب ذهني شويه. خلاص انت حسمت الامور، مش محتاج ان انت تبقى يعني متوتر طول او على اعصابك طول ال 90 دقيقه، فبيبقى في سن التراخي كده شويه. في دي يمكن سمه اللاعب المصري. شفنا كتير بعض الكرات، الكوره امبارح محمد هاني طول فيها جوه منطقه الجزاء، مش جوه منطقه الجزاء، جوه منطقه الستة ياردة، ماشي بالكوره بالعرض، واللي كان الاتحاد بيطالب فيها بركله جزاء، لكن هي ما كانتش واضحه على الحقيقه ان كان فيها مخالفه على عبد المنعم ام لا. لكن في النهايه ده اللي بقوله. برضه عبد المنعم نفسه ساعات الكوره كانت بتطول منه، حتى في مباراه الاسماعيلي. ده ما بسميهوش ان هي حاله فنيه متراجعه، لا، فنيا اللعيبه دي لعيبه كويسه جدا، ولكن في النهايه الحاله العامه ان انا حسمت الدوري خلاص، الامور شبه محسومه بالنسبه لي، فبالتالي بيبقى فيه سن التراخي شويه. يمكن برضو الحاجه اللي كنت حابب اتكلم فيها الكلام على امام عاشور. طبعا بحسب كل المصادر او ناس كتير مطلعه بتؤكد ان اقترابه من النادي الاهلي او بنسبه 80% هو قريب من النادي الاهلي. حتى الان لسه الامور لم تحسم رسميا، عشان بس تبقى الامور واضحه. امام مطلوب في النادي الاهلي، مطلوب في النادي الاهلي. في رغبه قويه ان هو يبقى ضمن صفوف الفريق في الفتره القادمه، في تحركات رسميه، كل ده بيتم، ولكن حتى الان لم يتم اي شيء رسمي. طب موقف امام ايه؟ يعني في برضه بعض الزملكاويه مستغربين ازاي انت كامام عاشور كنت هتموت عشان تلعب في الزمالك وانت العائله كلها زملكاويه، لكن في النهايه انا بسمي ده احتراف. انا يعني ما فيش مشكله بالنسبه لك انت كامام عاشور ان انت طالما ناديك الاساسي او النادي اللي انت بتلعب فيه مش ما عندوش تحرك جاد ان هو يرجعك. يمكن كنت سمعت طبعا او كلنا عرفنا تصريح المستشار مرتضى منصور اللي كان قال فيه ان بيرحب باي لاعب عايز يرجع تاني الزمالك، سواء مصطفى فتحي، سواء طارق حامد، سواء امام عاشور، او اي لاعب، ولكن يخلص نفسه مع نادي. فكره ان هو يخلص نفسه يعني انت عايز انتقال فري، مش عايز ان انت تخش في مفاوضات مع النادي وتدفع مقابل مادي كبير. رغم ان الزمالك طبعا عرفنا ان هو اكيد باعه لمثل الدنماركي بحوالي 3 مليون دولار. لكن طبعا اقتراب امام عاشور من الاهلي هتبقى في رايي فنيا صفقه جيده للنادي الاهلي، بعيدا عن اي اعتبارات اخرى قد يعني تدخل في جدل جماهيري شويه. هل اساء للنادي الاهلي؟ هل يمكن التجاوز عن هذه الاساءات؟ كل دي طبعا في عالم الكوره بتعدي. يعني انا في النهايه ببص للمصلحه بصرف النظر عن من يعني يتمسك بالمبادئ او يعتبر ان التعاقد معاه ضد المبادئ، باعتبار ان هو اساء للنادي الاهلي في وقت سابق. لكن ده اللي انا بتكلم عليه. كان برضو تتردد ان مصطفى فتحي قريب من النادي الاهلي. انا اعتقد ان الموضوع عاري من الصحه، مفيش حاجه حاليا فيما يخص موقف مصطفى فتحي، لان الاكثر تمسكا ببقائه هو بيراميدز، اللي بيحاول بشتى الطرق ان هو يبني فريق قوي في الموسم اللي جاي، وده يعني بيؤكدوا سعيه لضم اكتر من لاعب من اللعيبه المتالقه في الفتره الاخيره. يمكن زي ما نجح في الحصول على توقيع
يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر. لعيبة واعدين، ما بقولش إن هم سوبر ستار، ولكن لعيبة واعدين ممكن إن هم يعملوا معاه أداء كويس في الفترة القادمة. أخيرا حابب أتكلم عن المنتخب المصري الأولمبي. أوجه كل الشكر كل التحية لرجال المنتخب الأولمبي على الأداء القتالي، ومبروك أيضا منتخب المغرب رغم ما شهدته المباراة من أحداث. يعني انا شايف ان هو كان ممكن تبقى سيناريو افضل من كده لو ان الحكم الكيني وهو حكم اقل بكثير من ان يدير مباراة نهائي بين منتخبين هما الاقوى في البطولة، الاقوى هجوميا والاقوى دفاعيا والاقوى تنظيميا. حتى منتخب مصر رغم الطرد الجائر من وجهة نظري، ويعني انا شفت الاعادة اكثر من مرة، كرة محمود صبري انا حتى استغربت هو راح للفار في ايه، إيه اللي يستدعي كده. فيعني دي فكرة ان انت بتتلكك على حاجة عشان تدي افضلية للمنافس. ما بقولش ان في تدخل من الجانب المغربي، ولا يعني كل ما نسب من اتهامات للاتحاد المغربي ان هو توجيه الحكام، لا يعني ما بتكلمش في القصة دي خالص، ولكن بقول ان في اخطاء مؤثرة لصالح المنتخب المغربي. محمود صابر لمس الكرة اولا، مفيش اي شكل من اشكال التعمد ان هو يصيب لاعب المغرب، وده شرط اساسي من شرط اللجوء للفار، ان انت في مخالفه فيها تهور او تعمد ان انت تقدر تدي بطاقه حمراء في كره زي دي. لكن في النهايه حدث ما حدث، لعب منتخب مصر برجوله وبثاله طيلة 120 دقيقة، ولكن لم يكتب له النجاح. ولكن كلنا فخورين بهذا الجيل من اللاعبين، ونتمنى ان هم نشوفهم في أندية أفضل. يمكن شفنا إبراهيم عادل نجم بيراميدز والعروض اللي بتتلقاها بازل واندرلخت وكتير من الأندية الأوروبية. نتمنى له التوفيق، ونتمنى إن بيراميدز يبقى أكثر تفتحا، ويعني يدي فرصة للعيبة من عنده. دايما كنا بنشوف الاحتراف، دايما لعيبة الأهلي والزمالك السوبر ستار هم اللي بيجي لهم احتراف. ولكن نرجع بقى لذكريات خروج محمد صلاح من المقاولين واحترافه في بازل. نتمنى إن احنا يبقى عندنا أكثر من محمد صلاح. السلام، شكرا للجميع وتحياتي.